بحبه قوي يعني، بحبه قوي قوي قوي، والنبي يا سيادة الفريق اعرف ان انا بحبك اكتر. شعب السيسي، أو بمعنى أصح ما تبقى من مجاذيبه الذين نجح في جمعهم من خلال هيئته العسكرية التي فقد كثيرا منذ أن خلعها، وذلك بقراراته الفاشلة وتصريحاته المثيرة للجدل. يرى شعب السيسي أن معشوقهم ومن خلفه قادة الانقلاب العسكري قادرين على فعل أي شيء، فهم من اقتنعوا أن الكفتة قادرة على شفاء مرضى الإيدز وفيروس سي، وأن الجيش قادر على صناعة الخرسانة من الأشجار واختراع أجهزة تعفي الناس من دفع فواتير الكهرباء. ورغم أن تعدادهم ليس بالكثير، ولكنهم يتصدرون المشهد في مصر من خلال عشرات القنوات التي عملت على تغييب عقول قطاع من الشعب المصري خلال السنوات الأخيرة، وبررت للبسطاء ترشح السيسي للرئاسة رغم أنه أقسم مرارا وتكرارا أنه لن يخوضها كونه غير طماع في سلطة أو منصب. وأقنعتهم أن السيسي الذي كان يقود حملته الانتخابية رجال الحزب الوطني هو من سينظف البلاد من فلول الوطني المنحل، وأن إلغاء قرار حرمان فلول الوطني من الترشح هو جزء من تلك الحرب. وربما لم يجد الشعب السيسي غضاضة في أن يصدق وسائل الإعلام التي تؤكد أن الولايات المتحدة وإسرائيل يحاربان السيسي وأنه نجح في إذلالهم، رغم أن السيسي صرح بلسانه أنه كان على تواصل دائم على مدار الساعة مع وزير الدفاع الأمريكي قبيل الانقلاب، إضافة إلى مشاركته الآن إلى جانب إسرائيل في قصف وحصار أهالي غزة. وصدق أيضا أن السيسي هو الراعي الرسمي للحنو والرفق رغم تطبيقه حزمة من القرارات الاقتصادية التي قضت على ما تبقى من قوت الشعب المصري المطحون من رفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز والضرائب ورفع الدعم عن المواد التموينية، والقائمة تمتد. يرى شعب السيسي أن قائدهم هو النبي المفوه الملهم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، رغم أنه يجد صعوبة بالغة في التحدث باللغة العامية، ناهيك عن الكلام باللغة العربية التي تخطت أخطاؤه فيها خلال أحد الخطابات 117 خطأ بحسب إحصاء وسائل إعلام الانقلاب. إذا أردت أن تتعرف على تلك العينة الغريبة فعليك أن تشاهد قناة الفراعين، ستجد ما يدهشك، أو يكفيك أن تنظر لأحد المعدمين يشتكي من الفقر القاتل وغلاء الأسعار وغياب الأمن، وفي نفس الوقت يدعو للسيسي مؤكدا أن البلاد تحتاج لرئيس عسكري، وفي المقابل يكيل السباب لأول رئيس مدني منتخب مدعيا أنه هو من جلب الخراب للبلاد. تعرضت تلك الفئة من المجاذيب لتآكل رهيب في الفترة الأخيرة، ولكنهم لا زالوا يتصدرون وسائل الإعلام آملين أن ينجحوا في تغييب عقول بسطاء جدد أو أن يحافظوا على أنفسهم من التآكل. إذن فهل تكتب قرارات السيسي الأخيرة شهادة وفاة تلك الفئة من المجاذيب؟